تفتكروا إيه المشاكل اللي ممكن تواجه أي حد بعد التخرج لمدة كام سنة؟ طب هل كله ممكن يواجه المشاكل دي؟ ده اللي هتكلم معاكم فيه في حلقة النهاردة. غالبية الناس بعد ما بتتخرج بتحس بحالة من التوهان واللخبطة ومش بيبقوا عارفين يبدأوا منين. طب زي إيه؟ أول حاجة الشغل، والشغل بيختلف كتير عن الحياة الدراسية من حيث التعامل مع الناس والتعامل مع نظام العمل نفسه. فعشان يكون الواحد قادر يتكيف مع بيئة العمل لازم يكون عنده مهارات مختلفة، زي مثلا التعامل مع المشكلات اللي ممكن تواجهه وطرق حلها بطرق منطقية. بس على الرغم من إنها مشكلة بتواجه غالبية الناس، إلا إننا بنلاقي ناس رغم صغر سنها بتكون قادرة تواجه الشغل وتتعامل معاه بشكل صح، وكمان بتكون ناجحة فيه. وده لأنهم بيكونوا اتحطوا في بيئة العمل من سن صغير، وزي ما احنا عارفين أصل الشطارة الممارسة الكتير. وتاني مشكلة هكلمكم فيها هي الفلوس، وهنا مش قصدي ضعف المرتبات اللي ممكن ياخدها حد لسه متخرج وبس، لا، ده كمان ممكن يكون واحد مرتبه كويس ورغم كده مش قادر يدير فلوسه بشكل صح، واللي في النهاية بيخليه في أزمة ومشاكل كتير. ودلوقتي هاجي معاكم على أهم وأخطر نقطة، ويمكن أكتر من اللي فات، وهي الجواز. أيوة بالظبط، بعد فترة من التخرج أي شخص بيكون عايز يلاقي نصه التاني ويفرح ويفرح الناس كلها. بس استنوا معايا كده وفكروا، هل لو اتجوز أو اتجوزت هيكونوا قادرين يبنوا أسرة مستقرة ما فيهاش مشاكل مع أولادهم؟ طب قبل كل ده، هل هيكونوا هما الاتنين قادرين يحلوا مشاكلهم مع بعض؟ كل دي أسئلة لازم تكون قدام أي حد قبل ما ياخد خطوة مهمة زي دي، خاصة إنها لو كانت غلط بيترتب عليها ضياع أسرة ومستقبل أطفال بالكامل. كان نفسي أكمل معاكم كلامي النهاردة أكتر من كده، بس مش حابة أطول عليكم أكتر، وأشوفكم المرة الجاية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.